رغد، بدنا بلد حلوة ورخيصة وما بدها فيزا. طب ما أنا قلت لكم عن تونس. ما هو رغد مستاهل نروح عليها ولا لا؟ طيب رح تعرفوا الجواب بآخر الفيديو. من أهم الأماكن اللي لازم تروحوها بتونس الحمامات. الحمامات مدينة حلوة وساحلية وفيها منطقتين، منطقة كلها منتجعات، منطقة فيها المنطقة العربية القديمة هم هيك بسموها، فيها تاريخ والسهر على البحر فيها كتير حلو، وفيها فعاليات مناسبة للأطفال. تاني منطقة سوس. سوس برضو منطقة ساحلية فيها بحر حلو كتير، وبتقدروا تعملوا فيها كتير نشاطات زي سفينة القراصنة أو إنكم تركبوا جمل أو حصان بين مزارع الزيتون. برضو طبعا فيها المدينة والسوق القديم. أما بالنسبة للعاصمة تونس أنا حكيت لكم عنها بفيديو قبل، وخبرتكم إنه إذا بدكم فيها إشي شعبي ومناطق شعبية وتاريخية بتلاقوا، وإذا بدكم إشي مرتب وراقي وحركات وبركات برضو بتلاقوا. وطبعا ما بننسى سيدي بوسعيد وقرطاج، وكله حكيت عنه فيديوهات قبل بس انتو ما بتحفظوا. فاللي بيروح تونس وهو حابب يتعرف عليها رح يحبها كتير، واللي رايح يدور على بلد تاني بتونس هو اللي ما بينبسط. فمو طبيعي أروح على تونس وأنا بدي أشوف جواتها المغرب، ولا أروح عليها وأنا بدي جواتها دبي. طبعا هيك ما رح تزبط المعادلة. هلأ انتو جاوبوني، بعد كل اللي شفتوه مستاهل تروحوا على تونس ولا لا؟ وهيك بنعرف جواب